خلصت ترند يحيى مجلي ويوسف الحميدي ولا عاده؟ المهم ان شاء الله انهم يصطلحوا ويتخارجوا. الاخ نجيب احمد الحضرمي يمني مقيم في المملكه العربيه السعوديه وبالتحديد في مكه، تضارب مع بنجالي، اخذ سيخ الشاورما وضرب بها البنجالي. القدر كان اسرع، مات البنجالي، او بمعنى اصح قتل البنجالي. حكموا بدية وقدرها 400 ألف ريال، دفع منها 150 ألف، بقيت منها 250 ألف. الفزعة يا رجال اليمن، طلعوه ترند. والله العظيم اللي يحس بالخاطر انه بجميع قنوات التواصل الاجتماعي الثانية غير التيك توك ما لقيت ولا منشور. يعني الرجال شكله مسكين وما بش وراء ظاهر عشان المشاهير حقنا ينشروا، عشان يتجمل الشيخ الفلاني او يتجمل المسؤول الفلاني. فالرجال شكله من الناس الطيبين، من عامة الشعب، ولا كان المشاهير حقنا قد قافزوا الأولين. طلعوه ترند. بما انه ما في احد نشر، احنا نكون له اخوة وعون وسند، نطلعه ترند. ليش لا؟ واللي يقدر يتبرع يتبرع على الحساب باسم إمارة منطقة مكة المكرمة 400 ألف. أول ما تتغلق بالحساب، قانوني الحساب، أول ما تكتمل 400 ألف ريال يتقفل الحساب تلقائيا. فما منها خوف، تبرع ب50 ب100 ب150 ب200 اللي تقدر عليه، حتى ب10 ريال، حتى بمشاركة منشور. نفزع مع أخونا في كرب عظيم، نسأل الله أن يفرج همه ويفرج همنا جميعا، ونشوف إن شاء الله في حضن والديه باليمن. هذا ما عندي، والسلام.